لو انت ناوي تخش كليه طب اسنان فالفيديو ده ليك. بعد ما تتخرج من الثانويه وتجيب مجموع يؤهلك ان انت تخش كليه طب اسنان، فبالتالي هنا بتبدا التساؤلات. عشان كده في ناس كتير جدا بعتت لي وقالت لي ايه يا عم عمر، ايه الكليه، بتتكلم عن ايه، وايه الدنيا، وايه الحوار. في الفيديو ده هنتكلم عن مميزات وعيوب الكليه. اول حاجه هنتكلم عنها وهي المميزات. رقم واحد، ان طب اسنان اسهل من طب بشري بمراحل. هي طبعا مش سهل ان انت مش هتذاكر، يعني لا هتذاكر، ولكن مش بالصعوبه الكبيره ومش بكميه المناهج اللي عند طب بشري. تاني ميزه، الكليه بتعتمد على الشغل العملي اكتر من الدش والشغل النظري الكتير. تالت ميزه عندنا وهي ان الكليه بتعتمد على الفن، فهي بتطلعك مش بس دكتور اسنان، لا شخص فنان، شخص بيعدل من ابتسامه المريض، بيعدل من شكل المريض كامل. رابع حاجه طبعا وهي السفر بره. في دول بره كتيره جدا عندهم الاسنان وشغل الاسنان حاجه توب جدا، مثلا عندك المانيا وبولندا وهولندا، وبيقبلوا اطباء اسنان كتير جدا وعندهم الكواليتي بتاع الشغل عاليه بدرجه كبيره. تاني توبيك هنتكلم عنه وهي العيوب، ودي طبعا جبتها في الاخر لانها بقت كتيره جدا مؤخرا خصوصا هنا في مصر. اول عيب عندنا هو ان عدد اطباء الاسنان في مصر بقى كبير جدا، وبالتالي فمن قريب التكليف اتلغى. ده سببه ايه؟ الاكتفاء، خلاص عدد الدكاتره بقى كبير جدا، فبالتالي ما عادش في احتياج لدكاتره السنان، فبالتالي الدكاتره بقت بتلجا ان هي تشتغل في عيادات خاصه، تشتغل في مراكز اسنان، تشتغل في مستشفيات خاصه. فانت لو مش هتبقى مميز فما تخشش الكليه. تاني عيب وهي تكاليف الماتيريال بتاعت السنان، خصوصا وفي سعر الدولار بيغلى. تكاليف الدراسه نفسها مكلفه، فانت في سنه تانية مثلا بتدفع حوالي 15000 جنيه على حسب الكليات. يعني في كليات بتبدا بدري بري كلينيكال، في كليات بتبدا متاخر، ولكن الرينج المعتمد في تانية وتالتة حدود 15000. ده حاليا كل سنه بتغلى طبعا. تاني حاجه التكاليف بعد ما تتخرج، سواء هتفتح عياده سواء هتشتغل في مركز، في حاجات انت بتشتريها هتحتاج فلوس كتير عشان تشتريها. عموما لو انت مش في حد خبره في عيلتك او حد دكتور سنان او والدك او والدتك او كده، فبلاش تخش الكليه لو انت الموضوع المادي صعب شويه، لان الكليه محتاجه صرف ومحتاجه ادوات ومحتاجه حاجات كتير جدا اثناء الدراسه وحتى بعد ما تتخرج. ثالث عيب او رابع عيب، مش عارف انا وصلت لكام دلوقتي، وهي ان بعد فتره كبيره من الشغل او حتى وانت في الدراسه هتحس ان ظهرك بدا يوجعك. فبالتالي هي مهنه متعبه جدا للظهر، متعبه لعضلات جسمك كلها عموما. وبس كده يا سيدي، ده كان اوفر فيو بسيط جدا عن الكليه. لسه استنوا في الفيديوهات الجايه نظام الدراسه وعدد السنين وكل ما يخص الكليه بالتفصيل بقى. وبس كده يا سيدي، مع السلامه.